عسلامة ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم باش نعملوا ملاوي تونسية سهلة وبنينة وما تاخدش معانا برشا وقت. خليكم معايا باش تشوفوا الوصفة كاملة. احتجت هنا كاس سميد ناعم باش نضيف عليه كاس فرينة وشوية ملح ونعجنوهم بالكدا، ومن بعد نخليها ترتاح شوية. بعد ما خليتها ترتاح قسمتها على 4. تنجموا تعملوا الكمية اللي تحبوا عليها. أنا عملت شوية أكاهو باش نقسمهم على 4 وباش نخدمها بالزيت زيتونة. فما اللي يحب يستخدم الزبدة وفما اللي يحب يعمل الزيت زيتونة. أنا باش نعملها بالزيت زيتونة. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة كيفاش. ونكملوا نخدموا ال4 كعبات بنفس الطريقة ونخليهم يرتاحوا شوية، ونكونوا مسخنين الغاز. أنا باش نطيبها على الغاز على المقلة. تنجموا تطيبوها في الحاجة اللي تحبوا عليها. بعد ما حطيتها على الغاز ضفت عليها شوية زيت زيتونة ونخليها تطيب لين ما تنفخ من الجهتين. وشوفوا المنظر محلاه بنينة وهشوشة. تجيكم مع سندويتشات هريسة وجبن. تنجموا تاكلوها مع الزيت، تنجموا تاكلوها مع اللي تحبوا عليه. بنا ما نحكي لكمش. جربوها وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديدنا. وشكرا.